اعتمادا على التشكيل الرسمي. الفريق الأحمر الوداد المتصدر الذي يتواجد في زعامة البطولة الوطنية وصل إلى المركب من لقب البطولة الوطنية. من سيحوز ثقة المناصركم لتعويضنا عن غياب آلاف المناصرين، آلاف الحناجر التي كانت تصدح عشقا للناديين للوداد والرجاء. هي ضربة البداية، هي ضربة الانطلاقة، انطلاقة مباراة الديربي بين الوداد والرجاء في المركب الرياضي محمد الخامس بصافرة رضوان جيد. تنطلق هذه المباراة بين الوداد والرجاء من قدمي الدفاع. تتحول كرة من اللاعب الأكثر استقرارا في أداء وفي مردود وفي سحره في خط الوسط أيمن حسوني. الانطلاقة من مؤيد لافي يراوغ لافي ممتازة جدا. كان بالإمكان وأن يكون دون قناع في الكرة الماضية، والكرة تتحول ضربة زاوية لمصلحة الوداد. عاد عافيته في آخر المباريات أمام المغرب التطواني بتسجيل الهدفين. لاعب في بعض الأحيان يكون الحظ يبحث اليوم على أن يكون عريسا لهذه الليلة في صراع مثير. رضا التغطية من دفاع الوداد، الحكم يقول مواصل اللاعب ما كانش خطأ تماما في الكرة الماضية. الألقاب التي تحبونها والألقاب التي تسعدون لما تسمعونها من لا في صراع على الكرة. تفتك من أيمن حسوني من الطرف الأيسر يحيى عطية الله. كرة وداد أيمن حسوني اتجاه مؤيد لافي. الحسوني اللافي من الطرف الأيمن. يظهر الوداد في توب الأكثر بحثا عن الهدف في الجولة الأولى من هذه المباراة. أيمن حسوني المؤيد لافي أول في المباراة ساد من كرة ثابتة. الوداد اللي مروا منه لاعبين كبار الحريفية في خط الوسط، العزيز بودربالة والصبير والشاب والمبدع بن عبيشة، وما نسوش مبدع خط الوسط على مدار سنوات أبدع كثيرا في خط العبة في اتحاد جدة وفي الغراف وفي السويد. استخلاص الكرة في خط الوسط أيمن حسوني، والحكم يقول ضربة خطأ لمصلحة الوداد. أيمن الحسوني للتتويج بلقب البطولة الوطنية. كل نقطة وكل هدف عنده أهميته. مباراة لما ما يوجدوش حلول يتحولوا للأطراف. هذه كرة لأيوب الكعبي، الانطلاقة من أيوب الكعبي. كرة ودادية أيمن حسوني في خط الوسط. أيمن الكنترول وليد الكارتي. كل مكان في الجولة الأولى من هذه المباراة. أيمن حسوني بلمسة يبحث أيمن حسوني الذي ارتطمت به الكرة، وبالتالي تتوقف المباراة مع انطلاقة الجولة الثانية. أيمن عزيز الحسوني واحد من الجيل الذهبي اللي لعب للوداد في يوم من الأيام، في انتداب المدرب الذي يتناسب مع طموحاته ومع استراتيجياته. التكوين مهم جدا. خدمة كرة القدم الوطنية من الدفاع والطور الكبير للمدافعين في الجولة الأولى من هذه المباراة. كرة من حسوني وليد الكارتي. القدم الوطنية كل جيل عنده ظروف ممارسة خاصة به. اليوم مرماه ما يقارب 8 دقائق عن انطلاق الجولة الثانية، والحكم يلجأ للفار وحديث مع حكام الفار. يتحول لأرضية الملعب ويكون ضربة جزاء. وعيد الرجاء مجددا وبطاقة صفراء أخرى لسفيان رحيمي. يتلقى بطاقة من طرف الحكم رضوان جيد. سكحان ضاعت منه من جديد لمصلحة الوداد من أيمن حسوني. الحسوني واحد والكعبي تغطية من سند. أيمن حسوني في خط الوسط. أيمن حسوني مشى بكورته. أيمن من الطرف الأيمن للوداد. حسوني راوغ لمارتين في منطقة الجزاء. أيمن الحسوني وأهدى كرة على طبق من ذهب. شوف الفن وشوف المهارة وشوف المراوغة في مكانها وفي زمانها. شوف أيمن حسوني اللي مر الكرة أيوب الكعبي للزوير المترجي الذي سدد، لكن أناس زنيتي يتألق ويستأسد مرة أخرى ويبعد الخطور عن مرمى برجاء والوداد. واحد منهم سيسجل هدف الانتصار، واحد منهم سيسجل هدف الفوز، واحد منهم سيحرر. المترجي زهير المترجي وقع الهدف. زهير المترجي يضع السنة الماضية ومع بداية الموسم الحالي أشياء كثيرة تطورت فيه من الناحية البدنية ومن الناحية المهارية. شوف أيمن من الطرف الأيمن. أيمن من اللاعبين الأكثر اجتهادا في البطولة. لزهير يتوغل آخر دقيقة. وليد الكارتي. أيمن الحسوني للأمام. أيمن الحسوني يدفع بالوداد من الطرف الأيسر. أيمن ينتظر السند والدعم. مرات من وليد الكارتي لا. أيمن حسوني ومن
يغادر المباراة في حدود دقيقة 78. أيمن حسوني اللي قدم مباراة ممتازة جدا، وبالتالي يغادر ويترك مكانه لصلاح الدين السعيدي. فوزي المنزرتي يبحث عن تأمين هذه المباراة. بعد في المباراة ضغط لما يقارب 20 دقيقة، سجل هدف، لكن بعدها دخول زوير المترجي قلب الأمور رأسا على عقب ليتمكن